ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى، لو عندك ربع كيلو من دقيق الاسبونج الجاهز وثلاث بيضات، تابع الفيديو عشان النهارده هنعمل تورتايه حلوه جدا جدا، يعتبر اقتصاديه، ما فيهاش مكونات كتير، هتعمليها في البيت بكل بساطه، هتغنيكي ان انتي تشتري اي تورتايه بجد من بره، وكلها على بعضها كده مش هتاخد في ايديكي نص ساعه، ونص ساعه في التلاجة، وطلعيها وكلي احلى تورتايه معموله في البيت من ايديكي يا ست الكل. اول حاجه هبدا بيها، معايا ربع كوبايه صغيره من الميه، وربع كيلو من دقيق الاسبونج، ومعايا 3 بيضات. هضيف عليهم 3 اكياس من الفانيليا، لان كل بيضايه بتاخد كيس فانيليا. هبتدي ان انا اقلبهم مع بعض كويس جدا، مع نص معلقه صغيره من محسن الجل بتاع الاسبونج. هبتدي ان انا اشغل عليهم المضرب الكهرباء، وهضرب فيهم ضرب مبرح حوالي 3 دقايق او 5 دقايق، لحد ما القوام يبقى عامل زي الكريم شانتيه. ده يا جماعه مش كريم شانتيه، ده دقيق الاسبونج اللي احنا حطينا المكونات بتاعته، ضربناه حوالي 3 دقايق او 5 دقايق بالمضرب الكهربائي. دول بقى هيعملوا لنا حته تورتايه يا جماعه، بجد التورتايه كانت عظمه عظمه عظمه. ان شاء الله اللي هيجربها هتعجبكم قوي قوي. هجيب بقى صينيه هغلفها كده بزيت وحبه دقيق عشان الاسبونج ما يلزقش فيها، بما اننا مش مستخدمين ورق زبده ولا اي حاجه خالص. هحط بقى الاسبونج بتاعنا بالشكل ده، وطبعا انا مشغله الفرن على درجه حراره 180. اول ما ابتديت ان انا اعمل الاسبونج شغلت الفرن على طول. هجيب ستيكس وابتدي ان انا اعمل فيه اشكال كده هوت عشوائيه، عشان لو في اي فراغات من جوه تطلع، ويطلع معانا الشكل من فوق مظبوط، ما فيهوش اي شروخ او تشققات او اي حاجه. بعد ما هدخلها بقى الفرن تتخبز، وعلى بقى ما تتخبز هنعمل مع بعض صوص الكراميل اللي هنزين بيه التورتايه بتاعت النهارده. معايا كوبايه من السكر حطيتها على النار، وهبتدي ان انا اقلب فيها كده اهوت، بعد ما تبتدي ان هي تتكرمل معايا لحد ما السكر معايا يدوب ويبقى بالشكل ده. طيب ايه اللي احنا هنضيفه دلوقتي على السكر بعد ما تكرمل؟ اهم حاجه تخلي بالك ان السكر ما يتحرقش معاكي، عشان الكراميل ما يطلعش معاكي ممرر. هضيف عليه معلقه كبيره من الزبده، وهبتدي ان انا اقلب كويس جدا جدا مع بعض. طيب بعد كده هضيف عليه ايه؟ اول ما الزبده هتبتدي تسيح معايا وتتجانس كويس جدا مع السكر، هبتدي ان انا اجيب كوبايه من الحليب، احط فيها معلقه صغيره من الفانيليا، واقلبهم كويس جدا جدا على البارد. وبعد كده هبتدي ان انا انزلهم على الكراميل بالشكل دوت، ومع التقليب المستمر الاول هتلاقي الدنيا معاكي ابتدت تتماسك، بس مجرد ما هتحطيها على النار وهتقلبي هتلاقي الدنيا اتفكت معاكي، وهيبقى احلى صوص كراميل هتعمليه في البيت، ينفع معاكي لحاجات كتيره جدا جدا جدا. طيب هضيف عليه ايه تاني؟ هضيف عليه رشه صغيره من الفانيليا تعزز لنا الطعم، وذره صغيره من الملح. بصوا الشكل بتاعه عامل ازاي، بجد يا جماعه خطير، من احلى الصوصات اللي ممكن تعمليها في البيت بكل سهوله، وتنفع معاكي الحشوات كتيره جدا جدا جدا. هحطه في طبق وهسيبه على جنب، وهنشوف بقى الاسبونج بتاعنا بعد ما يطلع من الفرن هيبقى عامل ازاي. بصوا الكراميل بجد خطير يا جماعه، في منتهى السهوله، مش هياخد معاكي بالظبط 3 دقايق. بصوا دي بقى الاسبونج بعد ما طلع من الفرن، هنبتدي ان احنا ايه نفككه كده من الجنب، هو يعني مفكوك مفيهوش اي مشكله خالص. وهبتدي بقى ان انا اقلبه على طبق بالشكل دوت. طبعا هي من تحت يعني نزلت بالشكل ده، بس مش مشكله، لان هي اساسا الاسبونج عايزه اقول لكم هش جدا جدا جدا، مش محتاج اي حاجه خالص. طبعا زي ما احنا متعودين ان احنا الوش بتاع الاسبونج ده بنشيله، لان بيبقى واخد زفاره البيت كلها، فبيبقى طري كمان كده وشكله كانه معجن، فلازم ان احنا نشيله بطريقه بسيطه جدا جدا بايدينا. هنبتدي ان احنا ايه الطروف كده نعملها بالسكينه، وبعد كده نلفه بايدينا هيطلع معانا بكل سهوله. طيب انا الاسبونج دوت مش هقسمه خالص، انا هسيبها سليمه كده زي ما هي، لان هو دوت الارتفاع اللي انا عايزاه، فما حبيتش ان انا اخليها طبقتين، لا انا هخليها طبقه واحده بس بالشكل ده. هجيب بقى الاطار بتاع التشيز كيك او اي صينيه عندك تكون مدوره هتحطيها بالشكل دوت، وهنبتدي بقى ان احنا نجيب حبه حليب نحط عليهم سكر ونقلبهم كويس جدا، ونسقي بيهم السبونج بالشكل ده. طيب اللي انا بقى هستخدمه كمان للتورتايه ديت، انا استخدمت يا جماعه 3 معالق من كريم شانتيه.
3 معالق من الكريم شانتيه الخام، اي ماركه تكون كويسه جدا جدا عشان يعمل معاكي كميه محترمه. انا استخدمت 3 معالق من الكريم شانتيه اسمه جولدن باك، ده حلو جدا جدا جدا. طبعا حطيت عليه كوبايه الا ربع من الحليب المتلج، وطبعا الطبق كان صغير معايا فما كنتش متملكه بيه، فانا نقلت في طبق كبير وابتديت ان انا احط عليه معلقه كبيره من الكراميل اللي احنا عملناه مع بعض. انا طبعا كنت دخلته التلاجة عشان اشتغلت فيها براحتي، يعني ما اشتغلتش كله ورا بعضه. فابتديت ان هو اتماسك يعني، فحطيته على طول على الكريم شانتيه وابتديت ان انا اضربه، وده بقى القوام بجد يا جماعه خطير. هعمل ايه بعد كده؟ هبتدي بقى ان انا اجيب الكريم شانتيه احطه على الكيك الاسبونج بالشكل دوت، وهبتدي ان انا اسويه بطريقه عشوائيه، او حاول ان انت تسويه شويه يعني عشان الكراميل يبقى معانا مظبوط. هبتدي ان انا اعمله كده بالسباتولا بالشكل ده. عايزه اقولك ان انت لو ما عندكيش الاطار ده ممكن تستخدميه في نفس الصينيه اللي احنا عملنا بيها، يعني هتفرغيها وتبتدي ان انت تحطي عليها كريم شانتيه وتسويها وتنزلي بالكراميل وتزيني زي ما انت عايزه. انا حبيت ان انا اعملها كشكل تورتايه يعني، وابتديت ان انا اساوي الكريم شانتيه بالشكل ده. هدخلها بقى التلاجة تمسك نفسها كده هو حوالي ساعة، وبعد كده هطلعها وهطلع منها الاطار، وهنبتدي بقى ان احنا نزينها مع بعض. تقدري ان انت تنزلي عليها كريم الكراميل، هتنزلي اقصد الكراميل اللي احنا عملناه عليها، ولو عايزه تعملي روزتات كده زي ما انا ما عملت اعمليها. ده على فكره بقيه الكريم شانتيه انا بقول لكم مستخدمه 3 معالق فيما يعادل نص كوبايه كريم شانتيه، عليها كوبايه الا ربع من الحليب المتلج، معاهم معلقه كبيره من الكراميل اللي احنا عملناه بالشكل ده. طبعا كان متماسك معايا فدخلته الميكرويف شويه فك، وابتديت ان انا احطه على التورتايه بالشكل ده. لكن ان تتخيلي ان احنا التورتايه دي كلها على بعضها اساسا ما كلفتنيش 60 جنيه يا جماعه، وهتكفي معاكي 4 اشخاص او 6 اشخاص، كل واحد هياخد حته محترمه يعني بصراحه. بجد كانت طعمها خطير يعني. اتمنى ان انتوا تجربوها. وحبه كريمه برضو هنعمل كده شكل عشوائي عشان نديها شكل الزجزاج ده اللي بيبقى من فوق يعني. وبس كده التورتايه بتاعتنا خلصت يا جماعه، ما خدتش في ايدينا نص ساعه. لو حد قالك انا جايه على فجاه قومي حضريها على طول وابتدي قطعيها وقدميها، بجد في منتهى اللذاذه. بس وديت كانت الوصفه بتاعت النهارده، اتمنى ان هي تكون عجبتكم ونالت رضاكم، واتمنى لو انتوا اول مره تشوفوني تابعوني وحطوا لايك للفيديو. ويعني اكيد بتتكلم عن نفسها يا جماعه، هي كيكه تريليتشا او تريليتشي كيك، يعني كيكه تركيه بجد من احلى التورت اللي اتشهرت الفتره اللي فاتت، والكل بقى يعملها بجد خطيره. بس كده، واشوفكم تاني بفيديو جديد. باي باي.